السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع أم سفيان. احنا النهاردة هنعمل كيكة الزبادي السهلة البسيطة اللي المعيار بتاعها سهل جدا جدا جدا، وهو ان احنا هنستخدم كوباية الزبادي في المعيار. وزي ما انت شايفة حاطين عليها تفاح وحاطين عليها عين جمل. وزي ما تحبي، عايزة تحطي عين جمل، عايزة تحطي سوداني، عايزة تحطي أي حاجة انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي تحفة. بسم الله. حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله باذن الله تعجبك وتجربيها. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كيكه التفاح دي عملناها ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي مع بعض مقادير كيكه الزبادي بالتفاح. بصوا بقى، شايفين علبه الزبادي دي؟ هي دي اللي هاخد مقدار الكيكه بيها، هي دي اللي هعاير بيها كل المقادير. ادي اهي علبه زبادي، هنزلها كلها. خلاص. وبنفس علبة الزبادي هياها هحط هنا عليها كوبايتين او معيارين من الكوباية سكر اهو. بصوا اهي نفس علبة الزبادي، ادي واحد. طريقة سهلة وبسيطة وما تلخبطش اي حد. وادي التانية، وهنزل كويس قوي كل السكر. خلاص. هقلب بقى الزبادي مع السكر تقليب بسيط كده، وبعد كده هنكمل. هنزل بقى هنا قد ايه؟ 3 بيضة، ادي واحد. اتنين. تلاتة. سنة فانيليا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب. هفصل بقى شويه لغايه ما الخليط ده كله يندمج مع بعضه، ونرجع نكمل مع بعض. السكر مع ال3 بيضه مع كوبايه الزبادي، وهحط كمان بنفس كوبايه الزبادي، بصوا كده، نص كوبايه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. وهقلب. بنفس كوباية الزبادي حطيت 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر أو كيس بيكنج باودر. وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم على بس كده. اتأكد بس ان كله ايه. وهخلط خلط سريع مش كتير، بسيط بس كده عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، هو ده القوام اهو. هجيب بقى صينيه مدهونه زبده ومرشوشه دقيق، وهنزل فيها الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
هركنها كده على جنب، وهقطع التفاحه دي شرايح واجي اوريكم هنعمل ايه. انا هنا زي ما انتم شايفين كده قطعت التفاح شرايح. دي تخينه شويه، تخينه قوي هاكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هزوق بقى هحط التفاح كده اهو، بسم الله، ورا بعض. اكمل بقيه التفاح. هكملها بقى واوريها لك لما اخلصها. زي ما انتم شايفين انا رصيت التفاح كله اهو. انا كنت مولعه الفرن على 180، المروحه شغاله فوق وتحت. هدخلها بقى الفرن وهسيبها لحد ما تستوي، وهوريها لك ان شاء الله لما تخرج ان شاء الله باذن الله. لسه هنعمل فيها تكات كمان. يلا ما شاء الله اللهم بارك، خرجت الكيكه من الفرن. عايزه اوريكي بقى هنعمل فيها ايه. دي مربى فراوله، حط عليها معلقه مربى فراوله كبيره، عليها نص معلقه ميه بالحنفيه عادي. ده جوز او عين جمل مطحون. هجيب بقى دي كده وبالفرشه اهو بالمربى كده، وهديها لمعه. بسم الله الرحمن الرحيم من كل الجناب والجهات. بسم الله. ومن جوه ومن بره ومن كل حته. خلاص اي مربى عندك، مش شرط مربى فراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا كده اهو، وكمان من على بعد كده عشان اوريكي من هنا كده من على الجناب اهو اهو. لو ما عندكيش عين جمل هتحطي سوداني، اي نوع مكسرات عندك. خلاص اهي كلها اتدهنت كده. هنجيب بقى عين الجمل وهنرشه في النص بس كده. خلاص زي ما انت شايفه اهي، ده شكلها النهائي. ان شاء الله باذن الله تعجبك وتجربيها. هي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، وباذن الله تجربيها. وممكن بقى تقطعيها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اي قطعه بقى، اي حاجه بقى زي ما انت عايزه. اهي نجيب بس طبق ننزل فيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس طبعا هي لسه سخنه عشان كده انفصلت اهي. بصي اهي. خلاص ان شاء الله باذن الله تعجبك وتجربيها وتقولي رايك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.